من تعيش ببيت او شقة وحدك راح تبدي تسوي شغلات ما كنت متخيل انه تقدر تسويها. اول وابسط هاي الشغلات انه من تدخل الحمام ما يحتاج تسد الباب وراك، تقدر تقعد هنا ايش قد ما تريد، تاخذ راحتك بدون ما احد يدق عليك الباب ويزعجك ويقول لك ايش جاي تسوي. الفقرة الثانية والمهمة انه كل شيء بالبيت هو ملكك، انت مشتريه بفلوسك وبتعبك، فما تحتاج احد يقول لك يلا اغسل المواعين وليش اضالات. اذا انكسر قلاص او ضاعت خاشوقه ما حد راح يجي يجعر عليك ويصيح ويقول لك طيح الله حظك ايش بيك ما عندك عيون. وطبعا ايضا من تحط شغلات بالثلاجه ما حد راح يجي وياكلها، انت متاكد من تجي ثاني يوم راح تلقاها الموجودات، واذا ما لقيت الموجودات اكو مشكله بالشقه او البيت مالتك. واهم شيء بالنسبه لي هو انه اشغل اغاني واسولف ويا روحي طول الوقت بدون ما احد يقاطعني، فاذا اريد اشغل اطمئنات باسم الكربلائي واقعد الطم وابكي عليهن اقدر اسوي هذا الشيء. وايضا اذا اريد اشغل اغاني كاظم الساهر وهم الطم وابكي عليهن ما حد يقدر يحكي وياي. بس ايضا اكو مرات راح تدخل بيها الحمام وتنسى تجيب المنشفه وياك وما حد موجود حد يجيب لك اياها، فتضطر انه تطلع بنفسك مصلخ ومبلل حتى تجيبها. اكيد العيش ويا اهلك او ويا اصدقائك هذا الشيء حلو، ولكن اعتقد انه لازم كل انسان ياخذ فتره من حياته ويعيش وحده ويستكشف رغباته وشنو اللي يعجبه وشنو اللي ما يعجبه بدون تاثير من اشخاص اخرين. فاكتبوا لي بالتعليقات شنو شغلات تحبون تسووها اذا عشتوا وحدكم.